السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك دلوقتي تعادل مع بيراميدز بنتيجة سلبية 0-0. كان عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نبقى المركز الثاني، خصوصا ان بيراميدز عندها 38 نقطة وفرق عندنا ماتش، يعني لعبة ماتش اكتر مننا، واحنا عندنا 32 نقطة. يعني الثلاث نقط دول كان بالنسبة لنا بحسابة 6 نقط، يعني ممكن كنا هنبقى قدهم ان شاء الله لو كان الزمالك فاز كل المباراة الباقية له، اللي هي المباراة الواحدة. التشكيله بدايتها غلط جدا. انت عندك فتوح بره، انا مش عارف انت تنزلش عبد الشافي ليه. عندك باك اليمين مسلوسي، احنا كلنا عارفين ان مسلوسي لما كان بيلعب بطريقه 3-4-3 كان بيأدي كويس جدا. في 4-3-3 معروف عنه انه ما بيهاجمش، او دفاعيا بيأدي اكتر من هجوميا. عندك بالحاج، الله اكبر عليه صراحه، حاجه فورمه فورمه، ولسه عايز كتير عشان خاطر يأدي، بس خلال ال 25 دقيقه او التلت ساعه اللي نزل فيهم صراحه فرق جدا وعمل بصمه ولعب كويس مع فتوح، مع انه يعتبر بالنسبه لهم ده اول مباراه يلعبها. سيف الدين الجزيري يعني هنا علامه استفهام، 3 4 ماتشات ما بيأديش، ما اعرفش ليه. لازم يقعد على الدكه شويه، لان شكله كده اللعب الاساسي بتاعه خلاه ينسى انه مهاجم اصلا. عندنا ناصر منسي، ما شاء الله عليه، اول ما نزل بيتلاحم مع الكوره، بينط مع الكوره، بيروح ويجي. لازم نديله فرصه، وللاسف الماتش ده بالذات كان هيساعدنا اكتر قبل ماتش الترجي ان ندي للصفقات الجديده فرص اكتر. التشكيله هي كان عدوتنا، او تخطيط فريرة كان غلط من الاول. عندك مصطفى شلبي بيستلم الكرة كويس، بس بيسلمها وحش جدا. وشفتوا انتوا كذا كرة تجيله يسلمها، ما اعرفش بيسلمها وخلاص، او رجله الشمال ضعيفة جدا ما بيعرفش يباصي بيها. احمد سيد زيزو تحسه كده تايه في الملعب، في حاجه مش طبيعيه في احمد سيد زيزو اللي احنا عارفينه، اللي هو بيأدي من الدقيقه 1 للدقيقه 90. دلوقتي مره يظهر ومره لا، في حاجه كده لازم اداره نادي الزمالك تقعد مع احمد زيزو تشوف الدنيا فيه ايه، لانه شكله كده في حاجه او في مشاكل احنا ما نعرفهاش. الصفقات الجديده بالحاج هو رقم واحد. انا عايز اسال سؤال للناس اللي تعاقدت مع دونجا من بيراميدز. يعني انتوا سايبين توريه يا راجل، يا للناس اللي بتفهم، وجايبين دونجا. يعني اللي دفعتوه في دونجا كنت دفعتوه في توريه. انا ما اعرفش هي بالحب عشان ده مصري، ولا عشان ده ابن عمي، ولا بص على اللعب، شوف اللعيب واحد ماسك خط النص بتاع بيراميدز كله، تلاقيه هنا هجوم، تلاقيه دفاع، تلاقيه يمين، تلاقيه شمال. انا ما اعرفش. دونجا هو الوحيد، هو اللي بوظ لنا او كان هيضيع لنا اكتر من ماتش، وبالذات ماتش الترجي اللي كان هنا، قصدي شباب بلوزداد اللي كان هنا، هو اللي تسبب في ضربة الجزاء، يعني تسببها كده. وهو اللي لما لعبنا هناك كان تايه في المباراة. شفت رؤى بيدافع اكتر من دونجا. دونجا انا ما سمعتش اسمه اكتر ما سمعت رؤى في الملعب. التشكيلات بتاعتنا يا اخوانا، الخطط، دقائق النزول بتاعت اللعيبه، بتاعت التغييرات لازم تبقى اكتر من كده، ولازم تبقى دقيقه اكتر من كده. احنا مسكنا كوره بس ما فيش نتيجه. بيراميدز مش عايز فوز، بيراميدز عايز انك انت يبقى الفرق بينك وبينه 3 نقط بس عشان يبقى مرتاح نفسيا. وفعلا عملها. التعادل بالنسبه له حاليا مكسب، لانه زي ما انت بتلعب في بطوله هو بيلعب في بطوله. انا التحفظ الكتير غلط. محمد صبحي لعب كويس وتمام وادى اكتر زي عواد، واكتر ما اقدرش اتكلم على حراسه المرمى. الدفاع بتاعنا محمد عبد الغني احنا متمسكين بيه ليه؟ يعني احنا ما نصرف شويه. الونش راح دلوقتي، وان شاء الله جاي ان شاء الله في السكه، بس يقعد له 3 4 شهور عشان يرجع لمستواه. محمد عبد الغني ملوش لازمه. هاتوا مدافعين، احنا عندنا خط النص اكتر من كل، يعني بيعوا ناس من خط النص. السيسي ملوش لازمه، دونجا ملوش لازمه. الباك الشمال احنا عندنا واحد، محمد عبد الشافي، الراجل كتر خيره اخره نص ساعه وعلى قد سنه بيأدينا، بس احنا ما عندناش بديل. الباك اليمين عندنا ما شاء الله حدث ولا حرج. الدفاع عندنا ناقص ناقص جدا، وخط الهجوم احنا خط الهجوم عندنا الا واحد بس، وادي لسه جايبين ناصر منسي، والراجل قد ما نقدرش نتكلم عليه، بس لسه ما خدش فرصته. سيف الدين الجزيري لازم يقعد له 3 4 ماتشات كده قدام احتياطي. بص على الفرق الصغيره، والله في فرق بتكون مغموره، بتطلع لعيبه
انت ما تتوقعش انها ممكن تعمل الفرق معاك. وانتوا بتشوفوا اغلبيه الناس اللي بتكون رصاد حربه في العالم بيكونوا طالعين من فرق اصلا انت ما تعرفش اسمها ايه. الزمالك دلوقتي قاب قوسين او ادنى من ماتش الترجي. الترجي ده بالنسبه له حياه او موت، ولازم يطلع كلين شيت، ما يدخلش فيه اي اهداف، لان احنا حاليا في موقف لا يحسد عليه. ده يعني حاجه صعبه، حاجه صعبه جدا انك انت دخل فيك 3 اهداف وانت ما جبتش ولا جون. دي مصيبه بالنسبه لنا كده. بقى يرجع للكلام اللي انا قلته، ان احنا عندنا نقص في راس الحربه. ماتش الترجي اصعب ماتش، هو ده بالنسبه لك اللي هيطلعك او يديك فرصه انك تصعد او لا. انت المركز الاول الترجي ب9 نقط. الحاجه الحلوه ان ال4 نقط المركز الثاني هو المريخ، والفرق بينك وبينه 3 نقط. فانت لو حظك حلو وربنا كرمك، الماتش الجاي بين المريخ والشباب بالذات يبقى تعادل. وطبعا احنا مش هنتدخل طبعا في الغيب ولا نعرف ايه اللي موجود، بس انت اعمل اللي عليك. عموما هارد لك لينا، ادينا بس من غير اي مستوى. بيراميدز لعبت علينا ماتش وكان ممكن تخلص في اي لحظه. خط الدفاع لازم نشتغل عليه كويس، والصفقات لازم تبقى على خط الدفاع الموسم اللي جاي او الصفقات اللي جايه بقى ان كان شتويه او صيفيه. ما نقدرش نتكلم اكتر من كده. هنستنى ماتش الترجي عشان خاطر نعرف نقول اللي جوانا، لان انا ممكن اقول لك كلام دلوقتي يزعلك ويزعلني، وفي الاخر نشوف فرق شاسع بين اللعب ده واللعب قصاد الترجي. فان شاء الله كلامنا هيبقى دقيق قوي بعد ماتش الترجي عشان اقدر اقول الكلام اللي جوايا، عشان ما اظلمش لعيب ولا اظلم مدرب ولا اظلم اداره. فان شاء الله باذن الله ميعادنا في ماتش الترجي. السلام عليكم.